السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد اليوم حنعمل ملفوف وطيب الملفوف. اكله اقتصاديه وشتويه بتدفي وكله من البيت، ما في الا الملفوفه كانت عندنا بالبراد وهيدي هي كله من الجناين. بدنا نفرم الخضره تبعيت الملفوف بزيت وبرغل. حنعمله برغل ابيض بلدي، هذا برغل بلدي ابيض كتير بيطلع طيب. مرة عملت ورق العنب فيه هذا البرغل وبنفس المكونات، طلع شغلة رائعة. مكوناته للملفوف مثل ما شايفين: ضمة نعناع، ضمة بقدونس، بندورة وبصل أخضر. هيدا بنفرمهم وبنحطهم مع البرغل. البرغل بدنا نكون ناقعينه شي ربع ساعة مشان يستوي مع الملفوف. مكوناته هي زيت زيتون، ملح، كمون، نعناع أو بهار أسود. هيدا اللي بحط له اياه. خليكم معنا نشوف كيف بدنا نعمل الطريقه. نفرم البندوره مثل ما بنعمل ورق العنب بزيت، نفس الطريقه، ما كتير بننعمهم يعني لان الورقه الملفوف كبيره. بتسلى فيهم واكلي طيبه. كيف بدك تعمليها ببرغل وبرغل ابيض؟ ايه بتطلع كتير طيبه. انا مجربتها بالورق العنب طلعت رائعه، يعني بتاكلي منها وما فيك تكشفي انه هيدا معمول برز ولا ببرغل ولا بكيف، لانه طعمته نكهته عطي نكهه كتير طيبه البرغل الابيض. فرمنا البندورات، هلا بدنا نفرم البصلات. هذا بصل اخضر من جنيني، بصل من جنيني. بحب كتر لها بصل، انا بتبقى البصل هيدي الاكله. ملفوف كتير طيب واكله اقتصاديه مثل ما قلنا. فرمنا البصلات، هلا بدنا نفرم البقدونس. لك شو حلو هالبقدونس، بيكون بلدي ما شاء الله، ريحته بتجنن، حلو. نفرم البقدونس كمان بيلبق لها كتير البقدونس هيدي الملفوفه. ملفوفه بزيت مثل ما قلنا، اكله اقتصاديه وطيبه. ما تقولي ولادي ما بيحبوها، عودي ولادك على كل شيء. علي بزيت وعلي بلحمه، كل شيء عوديهم مثل ما بتعوديهم بيمشي. هلا بدنا نفرم النعناع كمان. نعناع من الجنينه، ريحته ليكي واصله الريحه اللي عندكم اكيد، ريحه النعناع ما شاء الله. اكيد في عندي نعناع بالجنينه لاني زاربه الدجاجات، لو اني ماني زاربتهم ما بيخلوا لي نتفه نعناع. ما بدي كتر كتير نعناع اخضر لاني حطها شوي يابس، شوي صغيره اخضر ونص معلقه صغيره يابس. هنا المي غليت، ملفوف وقطعنا الملفوفه. هلا بدنا نسلقها. بالسلق بنحط شويه ملح مشان ما يهلط الملفوف معنا كتير ويستوي كتير. شويه ملح بالسلق، وبنسقط الملفوف. ما بنغليه كتير، بنخليه شوي ماسك حاله مشان ياكل معنا شويه غلي بس هو والبرغل. بس تقلب عليه المي يعني خلص الملفوف. بنشيله وبنشيله دغري على مية الباردة مشان ما يستوي كتير. أكلة كتير طيبة، جربوها وأكيد بدها تعجبكم إن شاء الله. هلا أيامه للملفوف، يعني واحد يشبع منه يكتر منه. مثل ما قلنا اقتصادية طيبة
وايامها هلا رخيصة، ما بتكلف كتير، ما أنا مكلفة. وهيدي مكونات الحشوة. ليك شو صاير هالألوان حلوة، شايفة؟ البندورة والنعناع الأخضر والبقدونس والبصل الأخضر والبرغل الخشن الأبيض البلدي. بدنا نحط معهم شوية شوية نعناع يابس، كتير بيلبق له النعناع اليابس لهيدا، وشوية كمون، ونتفي ملح حسب الرغبة، يعني حسب ما بتحبوه انتم متعودين عليه، وشوية بهار أسود. البهار الأسود كمان كتير بيلبق له. بنخلطهم ببعض المكونات للحشوة. تطلع كتير طيبة بالبرغل، يا سلام. وصحية، صحية اللي عنده سكري، اللي ما في ياكل رز نشويات، البرغل كتير صحي، كتير صحي. يعني هيدي أكلة اقتصادية وصحية وطيبة، يعني ما في خلاف عليها أبدا. حط لها زيت زيتون، كمان بتحب الزيت الزيتون. شايفي هالألوان شو حلوة، ما شاء الله. تفضلوا تفضلوا كلوا معنا ملفوف بزيت برغل، أكلة صحية بامتياز. يلا هلا بدنا نجيب الورقات ونبلش لف. بتحسي نفس المكونات تاعت التبولة، بس البرغل خشن منو ناعم، نفس المكونات هي نفسها. مش حلوة؟ تكبري الورقة، فيك تصغريها قد ما بدك تعمليها، فيك تعمليها. وطيب بقلبها إذا كان كتير، ما مثل ورق السلق. السلق ما فيك تكتري بقلبه بيفلش، بس الملفوف بيتحمل. طيب هيك خلصنا لف الملفوفات، ملفوف البزيت. بقي عنا شوية تبلة، بقي عنا شوي. حفرت شوية بطاطا، بعملها شوية بنقيها صغيرة، ما بدي اياها كبيرة، الحرص ما بدي اياه كبير. بحشيه التبلة اللي بقيت معنا، وبيطلع كتير طيب. البطاطا إذا بدي أحشيها برغل بحشيها قد ما فيني، ما بيصير لها شيء، لأنه البرغل ما مثل الرز، عرفتي كيف؟ والخضرة، الخضرة بتهبط بالكعب هيك، يعني بيرجع بصير نصها في عندك تبلة. بتطلع طيبة وما فيها شيء. وليش يضل عنا تبلة؟ بنعملهم هيك بيطلع كتير طيب. هديك المرات عملتها طلعت طيبة، حبوها الولاد. مثل ما قلت لكم، لأنها بزيت تعملوها قد ما فيكم تعملوها هيك، ما بيهمها شيء، ما بتطلع مرزرزي يعني. بحطهم على وجه الملفوفات. خلصنا. هلا بدنا نركب الملفوف والبطاطا على الغاز. بنقشر راس توم كبير
نخلطوا اثنين هيك بخلطوا. في ناس بيحطوه بلا تقشير، في ناس بيكتروا كتير توم، انا بحط بس راس واحد بقلب الملفوف. هو بيبقى الملفوف الثوم للملفوف، بس انا ما فيني، ما بحب احط اكتر من هيك. هلا بدي صف الملفوفات. والبطاطا بنحطها على الوجه لان البطاطا دغري بتستوي. صفيناهم بالطنجرة، الملفوف من تحت والبطاطا من فوق. هلا بدنا نحط لهم زيت وملح ونركبهم على الغاز. هسه الملحات ما رح كتر ملح، بتعرفوني صرتو ما بحب كتر ملح كتير لانه يمكن في حدا ما بيحب الملح. حامض بحطه بعدين. بدي احط شوية مية بندورة على الوجه. والمي البرغل بيشرب مي، نقعته للبرغل انا، بس كمان كنت بحط له مي زياده وبرصه. بدي رصهم بشي تقيلي عليهم، تقلهم. هيك هلا بدنا نجرب نشوف اذا استويوا. نشوف طبختنا اذا استويت. ندوقها. ما شاء الله ريحتها حلوة، ما شاء الله ريحتها حلوة. هذا ملفوف بزيت هيك استوي ما شاء الله. بس هذا هسه قبل ما حطينا لهم الحامض عم ندوقهم اذا استويوا مشان نحط الحامض يستوي. طيب استوي. رح يحط لها الحامض. حامضتين من هيدي بحط لها، عصرت وحده وقصة وحده. وخلصت الطبخة. صحتين وهنا. مقلبين البطاطا كيف صار كمان بس لحط له حامض. هيك خلصت الطبخة، حطينا لها الحامض ودقناها طيبة كتير. هلا بدنا ندوق البطاطا حطيناها معها. ما شاء الله حلوة بالبرغل. هيك الريحة اللي عليها شو حلوة. هاي الحشوة تبعيتها شو حلوة. هلا شوية زوم. طيبة هندوقها. طيبة عن جد طيبة. صحة وهنا. نطفي الغاز. وهيدي هي الطبخة خلصت. صحتين وهنا. جربوها وما تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك بالقناة إذا كان عجبتكم الطبخ. السلام عليكم.